ما ينفعش نعدي العيد من غير ما ناكل فسيخ. ويا سلام بقى لو انت اللي عاملاه بايديكي، نظافه وريحه وكمان ضمناه، وطعمه خطير واحلى من بره بكتير قوي. لو جربتيه وعملتيه في بيتك يستحيل هتشتريه تاني من بره. الطعم احلى بكتير والريحه كمان ما هيش وحشه زي ما بنشتريه من بره خالص، وزي محلات الفسخانيه اللي احنا ما بنقدرش اصلا نعدي من قدامها. ده ريحته حلوه وطعمه حلو، وكمان بتمن الكيلو هتعملي 2 كيلو في البيت، يعني توفير التوفير. شايفين اصلا اللون بتاعه والحلاوه؟ وكمان هقولك ازاي تخزنيه ويقعد عندك اطول فتره، وطريقه الخلي الصح بتاعته، وكمان طريقه التخزين الصح. يعني هنخزنه في الفريزر او في التلاجة او برا التلاجة، هقولك كل ده في فيديو النهاردة بإذن الله. يلا نصلي على الرسول ونسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة ليكم في قناتي متنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديدة. في البداية كده أنا كنت خللته معاكم المرة اللي فاتت وحطيته في كيس البلاستيك الأسود ده. بعد كده طبعا علشان الريحة بتاعته رحت حطاه في العلبة الكبيرة دي. طلعته من العلبة، طبعا العلبة ما فيهاش أي حاجة. الفسيخ ده احنا ملحناه مع بعض من حوالي 10 أيام. اللي ما اتفرجش وما شافش الفيديو بتاع تمليحه هنزل لكم الفيديو بتاعه واحطه لكم في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. في كل حاجة في الفيديو طريقة تمليحه الصح وازاي نحافظ عليه وازاي ما ياخدش مننا تمليح اكتر من 10 ايام. يعني انا عايزة اقول لكم طبعا انا كنت عاملة كمية اكبر من دي. انا فتحت عليه في اليوم الثامن واكلنا منه وكان حلو جدا وكان استوى وتحفة. دي الكمية اللي فاضلة من الكمية كلها اللي انا عملتها، كان فاضل التلاتة دول بس. وطبعا قلت لكم في الفيديو التاني ان انا بحب اعملها كل واحده لوحدها كده، بحيث ان انا لو ههدي حد بهدي زي ما هو كده، وكمان لو هخزنه في الفريزر سليم مش بطلعه من الكيس بتاعه خالص، بعينه زي ما هو كده بالاكياس بتاعته. وكمان بيبقى سهل قوي ان انا لو فتحت عليه، طبعا بفتح على واحده بس فبشوفها لو كان لسه ما استواش، مثلا كميه الملح قليله، كميه الملح زياده، ففي الوقت ده بقدر طبعا اعالج الباقي ان انا اسيبه فتره كمان لحد ما ياخد سواه كله. ولو اول مره ليكي ولسه مبتدئه في تمليح الفسيخ فحاولي تعملي بالطريقه دي، ما تملحيش كله في كيس واحد بحيث لو طلع فيه اي عيب ما يبقاش الكميه كلها نفس العيب. يعني انا لو دلوقتي كنت فتحت عليه اول واحده فتحتها لقيت الملح ناقص او لسه ما استواش مثلا، فكنت هسيب باقي الكميه زي ما هي، مش هضطر اطلعه. انما لو حطاهم كلهم في كيس واحد وفتحت عليه ما ينفعش طبعا ابدا ان انا اقفل الكيس عليه تاني لانه خلاص اتفتح عليه. فهبدا اتعامل معاه ان انا انضفه واخليه كويس قوي، وبعد كده احطه بره في زيت فيه ملح. لو كميه الملح اللي عليه قليله او لقيته ناقص ملح هيكمل سواه، وكمان هياخد التمليح المظبوط بتاعه من الملح والزيت اللي هو موجود فيه. يعني طالما فتحت على الفسيخ ما ينفعش اقفل عليه تاني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، انا بطلعه من الكيس بتاعه كل واحده بوحدتها طري جدا، زبده تحت ايدي. المساج اللي عملته لها وانا بملحه بخليها طريه تحت ايديا، انا مش عارفه امسكها من كتر الطراوه اللي هي فيها. وعايزه اقول لكم ان النهارده اليوم العاشر، يعني 10 ايام بالظبط هناكل الفسيخ، وده مش حجم صغير ده حجم وسط. يعني لو حجم صغير ممكن 7 أو 8 ايام بالكتير وهتاكلي منه، هيبقى حلو جدا جدا، مش بياخد وقت كتير خالص، وكمان احنا في الشتاء. بص بقى بدأت افتح الفسيخية كده من عند البطن. طبعا في ناس بيفتحوها من البطن من الظهر اللي يريحك، اعملي بيه. ممكن تفتحيها كده وتبدأوا بسم الله وناكل منها كده، انما انا هخليه وهحطه في برطمان بحيث كل ما احتاج منه اسحب منه الكمية اللي انا عاوزاها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، اللحم طري ازاي واللون بتاعه المظبوط، لون الفسيخ الحلو جدا اللي كلنا عارفينه طبعا. عايزه اقول لكم انه ريحته حلوه جدا جدا. بصوا الشوكة او العمود الفقري بتاع السمكة، هو لوحده فاكك، يعني انا ما طلعتوش، هو لوحده كان فاكك من السمكة اصلا. بمعلقة كده بقى وبدأت اطلع اللحم بتاعه. انا مش عارفة اطلع قطعة على بعضها من كتر ما هي دايبة. يعني مش عارفة انا لو كنت استنيت عليه كمان يومين 3 كان عمل ايه. بصوا اللون بتاعه، اللون الوردي الجميل ده، بصوا تحفة، مستوي وطعمه حلو وريحته حلوة، مفيش زفارة مفيش ريحة وحشة خالص. بصوا الجلدة بتاعته خلاص كده. طبعا اللي بيحبوا الفسيخ زمانهم دلوقتي يعني نفسهم في حتة.
بصوا جنب كيس بقى، وكل اللي بيطلع من الفسيخه كده في الكيس على طول، يعني ننضف حوالينا اول باول كده. هعمل كل كميه الفسيخ بنفس الطريقه. ممكن تقطعي الراس الاول وبعد كده تفتحيها، الراس والديل وبعد كده نفتحها. ممكن تفتحيها والراس موجوده فيها براحتك جدا. ممكن تفتحي من الظهر، كل واحد له طريقه. ممكن تفتحيها كده وبتتقدم كده وبناكل منها. يعني انا بمنديل كده بس بنضف البطن بتاعتها. بصوا ما شاء الله، الله اكبر، اللون بتاعه يفتح النفس. ده عايز رغيف وليمون وبسم الله ما شاء الله، يعني محدش يوقفني. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. كل مكان فيه لحم. انا بحب الحجم الوسط ده. هنبقى نعمل مع بعض باذن الله الحجم الصغير، واقول لكم نتيجته كانت عامله ازاي. الحجم الوسط او كل ما تكبري في الفسيخ، يعني مثلا الاتنين الواحدتين يبقوا كيلو ونص مثلا، هيطلع لك لحم كتير. غير الصغيره ما بيبقاش فيها لحم كتير قوي. وكمان ده البوري الاصلي غير الطبار. عايزه اقول لكم ان الطبار برضو بعمله بيبقى حلو قوي قوي برضو. بيبقى كميه اللحم فيه مش كتير زي كده، وما بيبقاش طري قوي قوي زي ده. انما لو ما لقيتيش غير طبار هاتيه واعمليه، بيبقى حلو جدا ونفس طعم الفسيخ. انا كنت الاول بملح، ما كنتش بعرف الفرق بينهم، فكنت بملح الطبار مره البوري مره، وما كنتش ابدا بقدر افرق بينهم لانه كانوا الاتنين بيدوني نفس النتيجه. بس دلوقتي بدات ان انا اركز ان انا اجيب بوري. انما الطبار لو هو بس اللي موجود قدامك، لا هاتيه واعمليه، بيبقى حلو جدا جدا. انا بالنسبه لي ما يفرقش عن البوري باي حاجه خالص. دي اخر واحده خلصتها نفس الطريقه كده. بنضف البطن طبعا، ممكن تقدميها زي ما هي كده في طبق وبتتاكل زي ما هي كده، وممكن تخليها. دي اسهل طريقه للخلي كده بمعلقه، وبنطلع كل حاجه فيها، كل اللحم اللي فيها ده. ودلوقتي هقول لكم ازاي نخزنها، وازاي تبقاش فيها مراره، وكمان تقعد معاكي. خلص الكميه كلها وفي طبق قدامي كده. انا مش عارفه اطلع قطع على بعضها سليمه من كتر ما هي دايبه تحت ايديا. وعايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا 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 يا جماعه، غير اللي بنشتريه من بره خالص. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. انا واقفه باكل فيه. الكميه دي طلعت من ال3 بوريات. بدات جبت برطمان بقى، وممكن طبعا تحط في برطمان كبير، وممكن برطمانات صغيره على قد الاستعمال على طول. قطعت عليه شويه فلفل كده اخضر واحمر حامي، وبدات احطه في البرطمان. بصوا الله اكبر. لو قدامك بقى اي سله اي شوكه كده لقيتيها قدامك شيليها يعني. هو ما شاء الله، الله اكبر، ما فيهوش. حلو جدا وريحته حلوه غير المحلات الفسخانيه خالص. يعني نظافه وتوفير. حطيت عليه كمان حبه فلفل بقى، وبعد كده بدات احط عليه المكون الوحيد اللي بيحفظه طول ما هو موجود عندك، الزيت. ما بنحطش خل وما بنحطش ليمون، زيت فقط يا جماعه. حط عليه الزيت وحطيه جوه التلاجة جوه الفريزر، مش بيجراله اي حاجه. ممكن يقعد عندك سنه كامله. بس تغطيه بالزيت، تحط كميه محترمه كده. بصوا البرطمان انا غطيته بالزيت كله، وبكده حفظته عندي. احطه في التلاجة او احطه في الفريزر، وقت ما احتاج منه بسحب منه على طول، وببقى ضامنه انه مش هيجراله اي حاجه. بقيت الكميه بقى كده عيش وليمون وبألف هنا على قلبي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. وكمان شم النسيم على الابواب اللي فاتوا تبليحوا في العيد يجربوا في شم النسيم. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وتعملوا لي لايك وشير تحت الفيديو، وتقولوا لي جربتوه ولا لسه. ويا رب تعجبكم الطريقه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.